صعبة بالعكس. طيب. كانت من أجمل ما يكون عندهم اللهجة العراقية. ايش وقت صار لك آخر فترة من التقيت بكاظم الساهر؟ الحقيقة أنا يعني بالألفينات، قبل الألفينات أو وراها التقينا يعني كانت ما عندنا طيران عراقي يمكن قبل الألفينات. التقيت به بمطار عمان يعني. كان هو يمكن رايح لاستراليا كذا، واحنا نعم. كان عندنا مسرحيه بتونس. نعم. فجينا نزلنا قبل ماكو طيران عراقي، نزلنا بعمان والتقيت به يعني. زين. بعدين هو ابن منطقتي يعني. كنا نروح انا ويا يعنان وياه وصلاح ومجموعه، كنا نروح مأجرين سياره من هاي اللاده. صلاح مونيك؟ لا صلاح اللي الان بالانشاد وراه يعني من الكورس. بالفرقه اي. زين. شنو ذكرياتك ويا القيصر يعني؟ كيف هي الصداقة كانت؟ على اعتبار انه يجمعكم وتواجد يومي والذكريات واكل وشرب وقعده وسوالف. يعني المسرح العسكري كان هو عبارة عن بيت بالأعظم يعني. عرفوه زملائي يعني، كل الزملاء الموجودين يعني يتذكرون يعني. كان جواد الشكرشي والله يرحمه، عز الدين طابو الله يرحمه، جبار كاظم، يعني هذا الكم الهائل من الفنانين. احنا لأنه المسرح العسكري ستر علينا يعني. الرجل خالد الدوري كان اللي هو آمر المسرح العسكري، كان يجيبون الفنان المعروف يخلوه بالمسرح العسكري، ما يدخل حرب وكذا ما ادري شنو. فبقينا احنا بالمسرح العسكري. المسرح العسكري قلت لك عبارة عن بيت. هذا من نجي الصبح نشوف مثلا فد 12 واحد بفرقة الإنشاد اللي هو رضا الخياط، كاظم الساهر يعني هو والموسيقيين، واحنا منا المسرحيين وبصفنا التشكيلين. فهاي المجموعة يعني هي اوتوماتيكيا تصير علاقة. شلون كان تعامل كاظم وياكم؟ لا يعني كان معروف بذيك الفترة؟ لا طبعا ما كان معروف هو. الرجل ما كان معروف يعني. أنا كنت معروف يمكن أكثر من اللي أنا كنت طالعت لي أعمال بالتلفزيون يعني. كنت معروف أكثر من كاظم الساهر؟ أكثر لأنه هو الرجل بعده كان في بداياته، وبعد يمكن يا شجرة الزيتون يمكن هو بدأ الخطوة الأولى. وبعدين بطأ يعني خطوات صحيحة ويستاهل يعني. هو صوت وإمكانية اليوم لو رائعة. اتصلت على كاظم الساهر راح يرد عليك على لا طبعا أنا ما أعتقد، لأنه الكم الهائل من العراقيين. هو هذه الشغلة أيضا مرات أنت يعني إحنا الفنانين ندركها. أنت مرات أنت الآن على محليتك، مرات كثرة الناس اللي تسأل وتخابر كذا فتصير صعبة. فكيف هو الرجل اللي مريض يخابر عليه واللي محتاج يخابر؟ فصارت يعني ما تحس إنه الصداقة إلها حق؟ أكيد يتصل عليك أكيد. ممكن يوم من الأيام يفاجئ وتشوف رقم دولي وترد عليه وهو أكيد كاظم. بس أنا يعني أحس في خضم هذه النجومية العربية والعالمية يعني من صعب الآن. احنا زملاء مع بعضنا نبقى فترات طويلة ما نتصل، لأنه أنا مشغول بفلان عمل وزميل. شنو تقول له إذا كان دا يسمعك الآن؟ لا أنا أقول له هو يعني الإنسان اللي وصل الأغنية العراقية بعد ناظم الغزالي طبعا، حتى ما أظلم الناس، ناظم الغزالي وبعدين سعدون جابر وبعدين هو الرجل اللي وصل الأغنية العراقية بشكل زين يعني. والله يوفقه يا رب. طيب.